نسمة نيلي عندها نصيحة مهمة جدا، يلا نسمعها سوا. فممكن بس لو هتنزل حاجه تقول للناس انه ان في امل، ان انت لو انت شخص اوفر ويت طول عمرك ان انت تخس الارقام اللي انت عايز تخسها عادي جدا يعني، وان الموضوع مش بشع زي ما احنا متصورين في دماغنا. يعني انا عامله بروجرس للامانه بقالي سنين ما عملتوش 6 كيلو، انا خاسه حوالي 7 كيلو دلوقتي، داخلين على 7 كيلو، ده رقم خزعبلي جدا بالنسبه لي يعني. بقالي سنين ما نزلتش الرقم ده في المده القليله اللي هي شهر. لكن لو هتنزل اي فويس اكشلي نزل براحتك واعمل منشن وعيش يعني. بس انا من الحاجات فعلا اللي كانت دايما بتخليني احس انه صعب قوي ان انا انزل وزن، هي فكره انه يعني من وانا صغيره انا بعد اوفر ويت، وكنت متصوره ان انا مش هخس بشكل طبيعي، وما كنتش بشوف على السوشيال ميديا ناس بتخس بشكل طبيعي تمام اعتمادا على اكل ورياضه، غير يعني الناس بقى اللي هي بتخس ارقام قليله، يعني بتخس مثلا 10 كيلو 15 كيلو 20 كيلو. قليل قوي ما بلاقي حد خس وزن كبير من غير عمليات من غير ادويه، او كنت بلاقي ناس بس هي اوريدي كانت ناس رفيعه جدا، او ناس رفيعه وبعدين جت عليها مثلا فتره تخنت فرجعت رفيعه تاني. كتالوج مش مطلوب منك اي حاجة غير ان انت ترجعي للكتالوج. تبقى مصيبة لو انت اصلا ما تعرفيش يعني ايه كتالوج. نسمة، اقري الكابتشن اللي تحت.